السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ طبعا شايفين مجهدة قوي قوي، تعبانة بجد. لسه راجعة من الشغل. بقوم كل يوم الساعة 4 الفجر الساعة 4 كده بصحى، على ما بجهز نفسي بقى وبعدين اخد بعضي واروح اركب اول باص وبتاع واروح الشغل. والشغل متقسم عندي على كذا مرة، فطبعا مرهقة جدا جدا جدا. فانا دلوقتي لو ما عملتش الفيديو دلوقتي وانا بالشكل ده وريحت كده شوية، ده انا لسه صايمة كمان. عايزة اقول لكم الاول حق على على صيام الست ايام البيض يا جماعة. الدال على الخير كفاعله. انا بالنسبه لل للست ايام البيض، طبعا تعرفين ان يقول لك من صام رمضان واتبعه بستة من شوال كأنه صام الدهر كله. فطبعا يفضل يا جماعه ان انتوا تصوموا اللي هو الست ايام اللي بعد رمضان، اللي هم في شوال، اللي هم الست ايام البيض. انا دايما طبعا انا بصومهم من زمان جدا 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 جدا. يعني حماتي وانا صغيره كانت لقيتها بتصومهم، فانا قلت لها انا هصوم معاكي. قالت لي بس لو خدي بالك، لو ما صمتهمش اللي هتصوميهم يبقى صومهم العمر كله. هي قالت لي كده يعني. فانا قلت لها خلاص هصومهم. حماتي بقى كانت بتشجعني. فالمهم بقيت اصومهم مع حماتي، اصومهم مع حماتي، اصومهم مع حماتي لحد ما حماتي الله يرحمها توفت. وبرضو انا اتعودت ان انا اصومهم. وبعد كده كان محمد ابن الله يرحمه برضو كان بيصومهم معايا جدا، يعني كان على طول برضو بيحب يصوم الست ايام البيض. الله يرحمهم جميعا يا رب. ف... فالست ايام البيض اتعودت عليهم من سنين السنين بصومهم. فما اقدرش ان انا افوتهم، خلاص ما اقدرش، اتعودت. حاسه كده ان هم لو ما صمتهمش مش عارفه، حاسه احساس غريب ان انا ما ينفعش ان انا ما اصومهمش، لازم اصوم. فانا بقول لكم يا جماعه، انا بدات النهارده. طبعا انا هصوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. ايه ده؟ انا صمت لا، الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت. يعني انا صمت النهارده الاثنين لحد يوم السبت اخر يوم عندي. واعمل العيد بتاعنا بقى، الاوفا، لا الاوفا فيست السكر فيست بتاعي، اللي هو بعد رمضان هنا بيقولوا على على السكر فيست، اللي هو العيد الفطري يعني. وبيقولوا اوفا فيست اللي هو اوفا فيست اللي هو العيد الاضحى يعني. هنا في المانيا دي الاسامي بتاعت العيد الكبير والعيد الصغير. فان شاء الله يا جماعه اتشجعوا كده وصوموا الست ايام البيض ده حاجه جميله قوي ان انتوا تتعودوا تصوموهم. فانا بداتهم النهارده وشوفوا شكلي عامل ازاي بقى. انا والله ولا جعانه ولا عطشانه ولا حاجه، بس مرهقه لاني بصحى بدري جدا. وكمان طول النهار بقى وشغل وراحه وجايه بتاع، فمرهقه يعني حتى باين على شكلي والله. المهم يا حبايب قلبي، عايزين بقى الفيديو بتاع النهارده. انا قلت لو انا ما صورتش والله والله ما هقدر. بقول لكم لو ريحت كده شويه، مع اني لسه ما عملتش اكل يعني. انا هقوم اعمل جلاش باللحمه المفرومه لان انا صايمه، فجعانه كمان لازم اكل، لازم افطر يعني، اعمل حاجه فطار. فشوفي بقى مرهقه قوي والله. يعني لولا محمد ابني انا ممكن اكل اي حاجه، ممكن اكل اي حاجه. يعني لو ما كانش محمد ابني بيجي يا ماما من اول ما بيدخل من على السلم، ماما انت عامله ايه، فينشي عليا طبعا ان انا اكله اي حاجه. فلازم اعمل له حاجه ياكلها. النهارده بقى يا حبايب قلبي انا عايزه اتكلم معاكم في النهارده مدام بردو طبعا. يعني ابتدوا يخشوا يغلطوا فيا وابتدوا يشتموني، وابتدوا مع ان انا ما بغلطش. وانتوا شايفين الفيديوهات بتاعتي كلها يعني حتى يعني حياديه بالنسبه لاولادها، بالنسبه لها ما قلتش حاجه غلط. ورغم كده في ناس ابتدت تخش تشتمني، ناس ابتدت تغلط فيا، فحسابهم عند ربنا، انا مش هتكلم. عايزه اتكلم بقى في ان طبعا عايزه اتكلم على رضا، وعلى وعلى هناء. طبعا رضا امبارح عمل لايف. وطبعا انتوا عارفين كالعاده طبعا الكلام اللي هو سمعه على
على المنصة الجميلة دي، كلام مستفز، عايزة عمالين يتكلموا على مراته، عمالين يتكلموا ان هو مش متجوز، عمالين يقولوا العسل والبونبوناية ومش عارفة ايه. فالراجل طبعا يعني اتضايق من مرانة مثلا ان هي راحت تكحلها عمتها، رايحة قابلت ايه اتنين من في المواصلات، كانت رايحة قال تقابل رضا. وانا مش فاهمة الناس دي ايه، يعني مش فاهمة ليه بتعملوا كده، ليه يعني. المهم طبعا قابلت ناس في الفيديو طبعا، والناس قالوا لها ان رضا ما هوش متجوز، واحنا من جيرانه، وان هو ما عنده عنده بنته كذا وفلان وفلان بنته ابنه ومش عارفه ايه. ما نعرفش بقى هي كانت جايبه فعلا الناس دول من جيران، بس ازاي الراجل اقسم بالله ان هو متجوز، اقسم بالله ان هو متجوز. طبعا لما مدام بردو طلعت وشافته، وهي بتتكلم على كلامها ان واحده اسمها فراوله من المحبين بتاع النقه المستفيدين طبعا والمحبين، راحت قالت لها ده رضا عمل لايف ومش عارفه ايه والكلام ده. فطبعا النقة بقى طالعة عاملة رياكت على رضا، طالعة بتتريق عليه، بتتريق على لبسه، بتتريق على ان هو لابس نظارة وطالع، وقعدت بقى تتكلم كلام يا جماعة، كلام ما يرضيش ربنا خالص. يعني انت دلوقتي اتطلقتي منه، انت دلوقتي مالكيش اي علاقة بيه، زعلانة ليه ان هو يطلع مثلا يقول على لبنت عبير مبروك ولا مش عارفة ايه. هو انا مش هكدب عليكم، هو الوقت كمان مش مناسب ان انت يعني هي هتفكر كده، اي حد هيفكر كده، ان هي لما بنتها بعد ما بنتها اتجوزت بيوم، فانت طالع بتقول رضا طالع بيقول لعبير ان بنتها اتجوزت وبيبارك لها وكده. وعمل منتدى لابوها لما ابوها توفى ان بيترحم عليه. ف مدام بردو بتتكلم بتقول ان ايه، ان ازاي خالتي دي لما هي توفت هو كان بيروح عند خالتي وقابلته وعملت له الواجب وزياده، ولما ماتت ما طلعلهاش منتدى. انما لما القرعه على قولها، انا ما بتكلمش يعني، انا بقول هي كلامها ده مش كلامي انا. انما لما القرع ابوها توفى نزل منتدى وكتب وبترحم عليه يعني وكده يعني. انما خالتي لا. طيب بصي احنا خلينا دلوقتي، هو علاقته بيقول ان هو علاقته وعلاقة مراته بمدام عبير او بالدكتورة عبير العلاقة موجودة، ان مراته كمان حتى مراته بتتواصل معاها، يعني ممكن يعني دلوقتي علاقة عائلية. انما انت مالكيش علاقة بيه خالص، لان حضرتك اتطلقتي منه، فهيطلع ليه يعمل منتدى لخالتك؟ العلاقة منقطعة، حتى العلاقة مش طيبة، انت دايما بتطلعي بتشتمي فيه، بتغلطي فيه، بتسيئي ليه، فهيبقى انت بتعملي معاه كده ومطلعه عليه ان هو حرام، مطلعه عليه ان سرق فلوسك، ومطلعه عليه ان هو نهبك وسرقك وعمل قرش من وراكي، وهو دلوقتي حاطط الفلوس في البنك وبيجيله منها فوائد، بيعيش مراته التانية او ولاده ورجع لي فلوسه. طب ازاي هو يطلع يعمل لخالتك منتدى؟ ازاي يعني؟ انا عايزه افهم، ما هو بالعقل كلام مش مقنع، وما ينفعش، لان حضرتك انت مبهدلاه، فهو كارهك وكاره عيلتك وكاره اللي منك، لانك انت حضرتك مفرجه عليه أمة لا إله إلا الله، وعلى أهله وفلاحين، وبتتريق عليه وبتتريق على كلامهم وبتتريق على أمه، وعملتي قبل كده رياكتات على مامته الناس كلها شايفة. فأنت عايزاه يعمل منتدى لخالتك؟ يعني بالعقل، يعني كلام لازم يعقل. طلعتي وحتى الفيديو اللي انت عملتيه النهارده برضو طالعه بتتريق عليه. طب قولي لي يعني باي عقل ان هو يطلع يقول لك يعمل منتدى انما علاقته طيبه مثلا مع مدام عبير. طبعا هي في اسبانيا وهو في ابشيط. اوكي علشان ما نظلمش ونقول حرام الكلام في العرض حرام. هي اساءت واتكلمت في عرض عبير، واتكلمت في عرض بنتها، وقالت ان بنتها عامله مساكنه ومش متجوزه، وقالت الفاظ يعني. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، ارجعي الى الله. انتي واحده دلوقتي ولادك اتجوزوا
ولادك اتجوزوا، ربنا يهدي سرهم. ما تقوليش ان انا بقى ولادي نقت لهم رجاله وجوزهم وبقوا مستقرين في بيوتهم. إيه، يعني انا يعني الواحد لازم يخاف من ربنا، ان ممكن ربنا يبتليكي. انت بتتكلمي دلوقتي، بتتكلمي في اعراض ناس، بتتكلمي ان رضا راح معاه الغردقه 15 يوم في الفندق، راح عند امه وبقوا يسيبوهم يطلعوا شقتهم. الكلام ده معناه ايه؟ كلام معناه سب اعراض علني. اه، وقلت كلمه واضحه جدا جدا، كلمه شمال. يعني انت بتسيئي لنفسك وبتسيئي يعني ليه انت بتحطي نفسك كده يعني كل ما الناس تقول خلاص. انت دلوقتي كنت في رمضان وبتقولي قرأت القرآن وكنت مع الشيخ مشاري وبختم القرآن معاه، خليك مستمرة على العمل الصالح اللي انت عملتيه. ليه بتبوظيه بعد رمضان؟ ولا هو رب رمضان غير رب الايام العاديه؟ ما هي السنه كلها ربنا هو رب واحد اللي احنا بنعبده. يعني ربنا اللي في رمضان، ربنا اللي في شوال، ربنا اللي في السنه كلها، في الدنيا كلها. يا شيخ انت هتخلي واحد، استغفر الله العظيم يا رب. انتوا بتتكلموا ازاي؟ يعني انتم بتبقوا تيجوا شهر رمضان تلتزموا وتقرأوا قرآن وتحافظوا، وطول الشهر بتعملي اكلات وتمام التمام ومية مية، وتيجي بعد رمضان تبوظي الدنيا علشان مش لاقيه محتوى تعمليه، تقومي تطلعي بقى. او الراجل طلع عمل فيديو، هو مش هكدب عليكي، هو برضو علشان نبقى حقانيين، المفروض ما كانش وقته خالص ان يطلع يقول للبنت عبير مبروك او انت اتجوزتي. ليه؟ لان معناها ان لسه بنتك متجوزه قبلها بيوم، هو رايح يقول لك بعدها بنفس اليوم، يعني بعدها بيوم وراح يقول لبنت عبير. يبقى طبيعي ان انت هتفتكري كده. انا عارفه ان انت طبيعي هتفتكري ان هو طالع يضايقك وطالع يغزك. هو طلع على بالنسبة علشان موضوع أم رنا، اللي هي راحت عند موقف أبشيط ورايحة علشان تقابله وتعمل معاه حوار، فقابلت الناس واتكلمت معاه. فهو اتضايق ان هم قالوا ان هو مش متجوز، اتضايق ان هم قالوا ان هو مش بيشتغل وان هو بيروح يلعب الكورة ويرجع من الكورة، وانت قلت الكلام ده برضو. فطبعا الراجل برضو محروق من الكلام، يعني محروق من الكلام اللي سمعه، فطلع بيرد بيقول انا اقدر ارد، انا الاول كنت حاجه ودلوقتي بقيت حاجه تانية. اللي عايز يجي يسال عليا في بلد يجي يسال يشوف انا مين ويشوف انا عيلتي مين. الراجل بيقول انا طلعت عملت قبل كده مشروع موبايلات وعملت مشروع ملابس، وبعد كده سافر دبي قعد 4 سنين، والراجل سافر ليبيا. والراجل ما هواش الراجل اللي عنده ولاد يا جماعه، ما هواش هيصرف على اولاده منين الا اذا كان هو الراجل بيشقى ويتعب؟ مين اللي هيصرف عليه غيرهم؟ طب انا هقول لكم حاجه يا جماعه، خلينا كلامنا يبقى مقنع برضو. عايزين نقنع الناس اللي بتتابعنا. الراجل دون قبل ما يتجوز مدام بوردو، قبل ما يتجوزها الراجل ده كان قاعد 6 سنين في فرنسا، صح ولا لا؟ قاعد 6 سنين في فرنسا. الراجل ده عنده 3 اولاد وعنده والدته وبيصرف عليهم. قولي لي في خلال ال6 سنين دول، هل هو كان مثلا صاع في فرنسا؟ كان ولاده بياكلوا يشربوا منين؟ ولاده بيتعلموا منين؟ امه دي بتاكل وتشرب منين؟ اكيد الراجل كان بيشتغل وبيصرف على بيته وعلى مراته وعلى بيته وعلى ولاده وعلى امه. فلما اتجوز مدام بردو كان متجوزها لهدف واحد، الورق. ليه؟ لان ما كانش خد ورق. بس خدوا بالكم، انا اعرف ناس هنا، اعرف ناس كتير هنا كتير ونعرفهم معرفه شخصيه، ان هم بيشتغلوا هنا، قاعدين هنا قسما بالله يا جماعه ما بكدب عليكم، علشان اقول لكم ان في ناس هنا بتشتغل وبتعمل قرش وكل حاجه، وبتشتغل في الاسود. عارفين يعني ايه في الاسود؟ يعني بتشتغل بطريقه غير قانونيه، يعني الحكومه ما تدراش بيها حاجه. بيشتغلوا هنا في ناس كتير هنا، وفي من يعني اللي اعرفهم سافروا مصر. يعني هما كانوا هنا وعايشين وقعدوا سنين السنين وشغالين وبيجيبوا فلوس حلوه، وده وبيصرفوا على على بيوتهم وعلى اهليهم هناك في بلادهم. وبيحوشوا كل حاجه وخلاص عملوا قرش وسافروا قعدوا سنين. فرضا اكيد عمل كده. فانت جايه بتقولي كل الخير اللي هو فيه ده مني. طيب لما هو الخير ده كله منك، هل انت اديته له بارادتك ولا هو خده غصب عنك؟
انت اللي اديتولي الخير ده كله بارادتك، لو كلامك حقيقي يعني. لو كلامك حقيقي. الراجل شقته شقه عاديه جدا، الشقه ما فيهاش حاجه زياده عن الناس. انتريه، سفره، اوضه نوم لاولاده، اوضه نوم له يعني. شقه عاديه جدا، ما هياش الاوفر. ولا الراجل عامل مثلا والبيت ده كان بتاعه من قبل ما انت تتجوزيه. ده بيته وملكه وبيت امه. وامه كانت، واحنا شفنا الشقه بتاعته اللي انت رحت فيها ساعه ما كنت بتروحي هناك. دي شقه بيته اصلا، يعني ما عملوش منك ولا حاجه. وكانت شقه امه موجوده. هو وضب الشقه. طب الراجل كان في فرنسا، والراجل كان بيشتغل وكان بيصرف على كان قاعد 6 سنين من قبل ما يعرفك. فاستحاله ان ال6 سنين دي اكيد اكيد اكيد. وكمان الشغل في فرنسا احسن من المانيا، خدوا بالكم. يعني الناس ممكن بتشتغل الشغل في فرنسا كتير 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 وسهل عن هنا. فالراجل في خلال ال6 سنين ده اكيد يعني كان بيصرف على بيته وعلى ولاده وعلى امه. كان منين بيصرف ال6 سنين دول؟ ها؟ قبل ما يعرفك اهو 6 سنين. اكيد الراجل عامل قرش برضو. الراجل عمل مشاريع قبل كده. فانت ما تجيش تقولي وتقنعي الناس ان هو نهبك وان هو سرقك. الراجل مشي وساب لك هدومه، وانت طلعت هدومه. مشي وسايب جزمه. مشي وساب الاجهزه اللي انت كنت بتقولي ده باعها وخدها وخد فلوسها. انت طلعت فيديو في يوم وقلت سايب المكنه وسابها حتى، وكان عارضها للبيع ومحدش جه اشتراها، واحنا شفناها بعينينا. ماشي. المحل سايبهولك، المحل ما شالوش وخده معاكي. الاجهزه والمعدات عندك. ايه تاني يا جماعه؟ الراجل ساب لك كل حاجه. ساب لك الكارت بتاعه، الكارت اللي فعلا انت بتقولي في ناس كتير يتمنوا ان هم ياخدوا الكارت دون او ياخدوا الاقامه دي علشان يستقروا في دوله اوروبيه. الراجل دون لو طماع يا جماعه بالعقل والله العظيم 3 كان على الاقل اتحمل شويه لحد ما ياخد منها الجنسيه. انما الراجل باع كل حاجه. باع الاقامه بتاعتك، باع سابك، ساب بيتك والفيلا بتاعتك اللي انت بتقولي ده انا كنت معيشاه في خير وفي عز وفي هنا وفي ده وفي ده. ساب كل حاجه دي ليه؟ قولي لي كده. لان هو آه، افتقد العيشه الكويسه معاكي. الراجل ده لو كان شاف منك خير، او آه، ان انت ما كنتيش مريحاه. انت لو انت مريحاه الراجل ده ما كانش هيفكر ابدا. كان من الممكن ان هو يفكر، لان انت كنت بتقولي هجيب محمد ابنه. كان ممكن يجيب محمد ابنه، كان هيشغل ابنه، كان هيبقى له مصالح كمان اكتر من كده. يعني لا، كان ابنه هيشتغل، كان ابنه هيروح فرنسا، كان ابنه هيتعلم هناك، كان ابنه بعد كده هيبقى له مستقبل حلو. اه احسن، يعني هيبقى مستقبله احسن طبعا انه يتعلم فرنسا، او هيتعلم لغة زيادة او بتاع. يعني يعني كان هيبقى في مصلحة لابنه كمان. ساب المصالح دي كلها ليه؟ لو انت كنت مريحاه فعلا. انما انت نفسك كنت بتطلعي بتقولي انا بتعصب، انا عصبيه، انا قاعده اقول له طلقني، انا قاعده اقول له سيبني، إن لو راجل طلقني وسيبني. انت نفسك طلعت وقلتي انا كنت غلطانه، وانا كنت قللت الادب معاه، وانا ساعات بضايق، انت نفسك قلتي بلسانك قدامنا في فيديوهاتك يا ماما. فالراجل اكيد كل بني ادم ليه طاقه. الراجل دون عنده ولاد تانيين من واحده تانيه. لو كان راح لقى الراحه معاكي انت في الاول، لو كان لقى راحه معاكي، كان ممكن جاب ابنه وعاش معاكي، وبعد كده يبقى ينزل يشوف بناته ويشوف امه وبتاع. لو هو لقى الراحه معاكي بحق وحقيقي. انما انت ما لقاش الراحه معاكي، عشان كده باعك وباع الاقامه بتاعتك وباع كل حاجه كل حاجه. ايوه انتوا كنتوا فرصه، صح، انتوا كنتوا فرصه ليه، بس انت ما صنتوهوش، عشان كده هو ما بقاش عليكي. حقيقي انت ما صنتوهوش، عشان كده هو ما بقاش عليكي، وساب لك بيتك وساب لك حاجتك. ولا شال بيتك ولا شال الشقق ولا حتى الشقه اللي انت بتقولي انت كنت شاريها انت وهو وما اعرفش ايه. ما خدش منها حاجه. يعني انا سمعت ان كان في شقه بينك وبينه، والمفروض ان هو لو كان ساب لك كل حاجه، ساب لك كل حاجه. يعني ما احناش شفناه، ولا شال بيتك ومشي، ولا شال بتاع الشقه ومشي، ولا شال الاجهزه، ولا شال هدوم، ولا شال. وساب لك الجمل بما حمل زي ما بيقولوا. فانتي طالعه دلوقتي تقولي انا كنت معيشاه، انا كنت عامله له، انا كنت مسويه له. طب ساب كل ده ليه؟ ما اكيد انتي ما حافظتيش عليه، او ريحتيه، علشان كده هو طفش وساب لك كل حاجه.
كان يقدر يستنى، بقولك يستنى كمان كام سنة وياخد الجنسية، وبعد كده ولا هيحتاج لك في اي حاجة. ها، ولو حتى سابك ما كانش يحتاج لك في اي حاجة، ويبقى معاه الجنسية، ويقدر يجيب بالجنسية دي بعد كده اولاده، ويجيب كل حاجة. بس هو ما طقش، هو قال لك ايه؟ لا، انا ولادي اولى بيا، انا مش حابب الغربة. ماشي، قال انا مش حابب الغربة. والراجل وخلاص، الطلاق ده ربنا محل الطلاق يا جماعة. ربنا يعني بيقول لك ربنا محل الطلاق ليه؟ لما بيكون استحالة العشرة. فلما هو طلقك، دي حاجة مشروعة، وربنا امر بيها وطلقوا. كل واحد راح لحاله، وانت رحت لحالك وهو راح لحاله، انت مش سايباه في حاله. انت بقى انت واللي معاكي، انت ام حور وفراوله والشله بتاعتك دي كلها طالعين عليه البونبونايه. الايام اللي فاتت دي كلكم كاتبين كده على البانر البونبونايه العسلايه اللي ما اعرفش ايه، وتتكلموا على مراته وتتريقوا عليها وعلى كلامها، وهي دي لها في الحب، وهي دي تفهم الحب، دي انت تفهم في مش عارفه تعمل ملوخيه، دي تفهم. يعني حتى بتتنمري على واحده هي ولا كلمتك ولا اساءت ليكي ولا عملت لك اي حاجه، طالعه بتتنمري على مراته رغم ان هي ما اساءتش ليكي في حاجه، ولا جابت سيرتك ولا تعرفك ولا انت تعرفيها، واسأت ليها واتريقت عليها واتنمرت عليها واتريقت على كلامها واتريقت على رضا وعلى لبسه وعلى كلامه، انتوا واللي معاكي المحبين بتوعك، مش عايزين نغلط في حد، احنا صايمين الحمد لله يعني. ف ف فليه ليه ما تتقي الله؟ وبعدين انت بتقولي انا هطلع عليك تاني، انت خلاص ولادك اتجوزوا، خلاص، قلتي بقى ولادت لهم مع جوازهم، اطلع بقى اعمل ما بدالي؟ يا بنتي عقلي، انت كبرتي، خليكي كده، ربنا يرزق ياسمين كده، ويرزق فيروز بالذريه الصالحه كده، ربنا يرزقهم، اهتمي بولادك، روحي مع عند بنتك دي شويه، عند بنتك دي شويه، اعملي جو عائلي كده بينك وبين، بلاش ان انت تقعدي تجيبي بقى سيره دي وسيره عبير وتتكلمي على بنتها. طب هي عبير بتظهر؟ هي عبير بتبان؟ هي عبير اصلا حد بيشوفها ولا بيسمع لها اي حاجه؟ الست مختفيه من اليوتيوب وسابت الدنيا كلها من ساعه ما حصل المشاكل معاكي، انتهى الموضوع بالنسبه لها، ولا بتجيب سيرتك ولا بتغلط فيكي، ودايما بتشككي ان هي اللي بتعمل لك المشاكل، ودايما بتشككي ان هي اللي بتطلع عليكي الناس، ودايما بتشككي ان هي اللي بتدفع الفلوس للناس علشان الناس تطلع عليكي. يعني انا واحده من الناس بتقول ان كلنا بناخد فلوس وبتدينا علشان نطلع عليكي. قسما بالله قسما بالله قناتي دي انا ولا خدت منها سنت لحد دلوقتي. وحتى اللايفات اللي كنت بعملها ودخل منها مثلا اسمها ايه دي لا حول ولا قوه الا بالله، اللي الناس بيبعتهم لنا دول اسمهم ايه؟ والله يا جماعه مركزه. يعني حتى ما فيش حاجه دخلت لنا خالص خالص، ولا حد بيدعمنا، ولا احنا تبع منظمات، ولا الكلام اللي هم بيقولوه ده كله خالص. معرفش بتخيلوا الحاجات دي ولا هم بيتبلوا ولا هم بيضحكوا على الناس ولا بيضحكوا على عقول الناس. فالالفاظ اللي طلعت قالتها في اللايف يا جماعه كارثيه كارثيه، سب علني، كلام قذر قذر قذر، كلام جنسي، بتتكلم في كلام جنسي، اقسم بالله كلامها زباله. انا في اخت دخلت لي من عندها وانا بحترمها جدا ومحترمه جدا، وبتتكلم باسلوب راقي جدا، ويعني بتتكلم معايا، يعني بنتحاور انا وهي وكده في الكومنتات. فانا عايزه ابعت لها رساله للاخت دي، لان والله مش فاكره الاسم. يعني حبيبتي، انت دلوقتي دخلتي لي واتكلمت معاها وتقولي انا محبه لهناء وبحب ادخل لك انت وعم حسن، الله يبارك لك، انا بحبك جدا وبحترمك جدا لانك انسانه محترمه. بس هل انت شوف اللايف الاخير، الفيديو اللي عملته مدام هناء، انت بتقولي بحبها، هل يرضيكي ان هي تطلع ت... ت... يعني تسب واحده في عرضها، او تسب واحده عبير تسب بنت عبير في عرضها وتقول ده عامله مساكنه مع واحد وكذا وكذا؟ على فكره اللي بيتجوز هنا يا جماعه خدوا بالكم، اللي بيتجوز هنا في الدول الاوروبيه ده، والله العظيم انا قلتها قبل كده، ده انسان بيخاف من ربنا وبيخاف على اولاده وعايز ولاده يمشوا صح. يعني انا قلت على اولادك ان انت واحده
عملتي كده او ولادك عملوا كده عشان هم محترمين وعايزين يمشوا صح بما يرضي الله، لان كل حاجه هنا مباحه، فهم اتجوزوا بما يرضي الله واشهار وجواز والحمد لله. وبنت عبير نفس الحكايه، ان هي تجوز بنتها في السن الصغير ده، هي بتصون بنتها وبتحافظ على بنتها برضو. فانت ليه طالعه تشككي فيها وفي بنتها وتقولي ان رضا ليه علاقه مع عبير وكذا وكذا؟ مع عبير كانت قدامه وفعلا جه في لايف وبيقول ناس بيقولوا له يعني انت هتتجوز عبير ولا هتتجوز؟ قال انا ليا الشرف. فهي كانت قدامه وهو قدامها، لما هي بتحبه ولا هو بيحبها ولا في بينهم علاقه؟ طب ما كانوا يتجوزوا في الحلال، ايه اللي يخليهم يمشوا في الحرام؟ قولي لي كده. انت قلتي هي حتى بتتكلمي على جوز عبير اللي هي اتطلقت منه او اللي هي انفصلت منه، ان هي قضت عليه. ما ينفعش ان انا اتكلم. اكيد اتفرجوا على الفيديو بتاعي يا جماعه، ولا اللايف بتاع اللي كانت عاملاه، واسمعوا انتوا بودانكم. انا مش قادره اقول، لان انا يعني كلام خارج ما ينفعش يتقال. ان هي بتقضي على الرجاله، ان هي بتخلص عليهم وبتنهيهم. فهي قالت كلام واضح كمان عن كده. فانا ما ينفعش ان انا اقول اللي هي قالته بالظبط. لا لا، انا بني ادم لازم يكون عنده حياء ويحترم الناس اللي بتتابعه. مش عارفه البتاع في 25. يا ست اتقي الله وارجعي لربنا، وبلاش اللي انتوا بتقوليه. انت يا ريت يا ريت والله العظيم انا بتمنى لك ان انت تدوري على راجل يكون قريب من سنك برضو، ويونسك وتونسيه وتتلهي فيه وتتلهوا في بعض. اتلهوا في بعض، علشان انت ما تلاقي حد ممكن. والجواز مش حرام، ان انت تتجوزي على سنة الله ورسوله مش حرام. ده الناس هتخلص من بلاويكي، لان انت بتطلعي ما بتلاقيش محتوى، بتقومي تقلبي بقى على الكلام الخارج علشان تدخلي ناس وتدخلي ناس تشوفك. وما في ناس بتحب الحاجات دي برضو، يعني في ناس نفسها ضعيفة ونفسيتها ضعيفة وبتحب تسمع الكلام ده. فانت يلا بقى نهز في الهيصة ونقول يا ست اتقي الله اتقي الله، والله العظيم اتقي الله، علشان انت دلوقتي مسيرك هيبقى عندك احفاد، مسيرك عندك بنات وعندك ومسيرك هيبقى عندك احفاد بنات وده وده وده. فاتقي الله، علشان اللي بيطلع من بقنا ده هو بيقول لك بيمهل ولا يهمل. يعني اللي بيطلع من لساننا ده هو بيلف 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 وبيرجع لنا تاني. الكلمة اللي بتعدي دي ما بتعديش كده هباء، والله العظيم ربنا يعني الكلمة اللي بتطلع من لساننا هتتحسب علينا، وبتلف الكلمة وهترجع لك. فانتي ما تقوليش ان انا دلوقتي بنات اتجوزوا خلاص. لا، بناتك اتجوزوا، بس اتقي الله فيهم واتقي الله في نفسك واتقي الله في يعني ارضي ربنا كده وبعيد عن الغلط. انت ما بقيش، ما انتيش صغيره، انت ست كبيره، ما انتيش صغيره. يعني انت دلوقتي بتقول انا خلصت رسالتي واديت رسالتي بما يرضي الله وبتاع. على فكره انت مش انت اللي انت عملتيه مع بناتك الحمد لله. في مصر شوفي الناس يا سيدة امبارح برضو بتتكلم بتقول انا اديت رسالتي وعملت وتعبت وجهزت وبتاع. جهزت ايه يا حبيبه قلبي؟ جهزت ايه؟ انتوا ولادك هم اللي بيجهزوا نفسهم، ولادك هم اللي معتمدين على نفسهم وبيشتغلوا وجهزوا نفسهم، اذا كانت ياسمين ولا اذا كانت فيروز واحنا شايفين يعني جوازهم ساعدوهم والاثنين حطوا ايدهم في بعض، لان هنا هم ده النظام كده يا جماعه. النظام الناس بيحط الولد والبنت ما بيعتمدوش على اهلهم، هنا بيحطوا ايدهم في ايدين بعض وبيجيبوا حتى اقل الامكانيات وبيمشوا واحده واحده، بيكبرهم واحده واحده، بيوسعوا على نفسهم واحده واحده، بيجيبوا حاجات احسن واحسن. كل ما يخلفوا بيوسعوا اكتر واكتر، فبيبتدوا صغيرين وبيكبروا، مش بيبتدوا من الاول كده كبار مره واحده. فانت بتتكلمي تعالي شوفي في مصر ناس قسما بالله بيجهزوا ولادهم جهازات. انت بتتكلمي على قدك، انت ولا عملت حاجه برضو، خدي بالك. انت ايه رحت جبت له؟ انت كنت بتطلعي الصين القديم بتاعك من الكبان، وكنت طالعه تقولي ده هدي لياسمين ومش عارفه ايه، وادي لها حاجات من اللي انت كنت بتطلعها من الكبايه القديمه اللي مركونه عندك بقالها سنين. فاللي انت بتقولي انا عملت وعملت وعملت، روحي شوفي في مصر الناس بيجهزوا ازاي، روحي شوفي الناس في مصر بيكلفوا قد ايه وبيصرفوا قد ايه وبيتعبوا بجد قد ايه. انما انت الحمد لله هنا يا جماعه
العيل ما بيكون صغير هنا بيدفع له فلوس. خدوا بالكم حاجه اسمها الكندر جلد في اوروبا كلها على فكره، ان العيل الحكومه بتديله فلوس شهريا للعيل من اول ما بيتولد لحد ما يخلص تعليمه. فانتوا ولادك كان بيخش لهم فلوس اصلا من الحكومه. حتى لو انت معاكي اقامه ما معاكيش اقامه، العيال بياخدوا الفلوس دي. اللي في اوروبا يفهموا الكلام ده. احنا في المانيا في حاجه اسمها كيندر جيلد، العيل بيجيله شهريا فلوس. كل عيل بيجيله اتولد في المانيا او عايش في المانيا بيجيله شهريا فلوس، الحكومه بتديها له. فانتي ما تقوليش بقى ان انا تعبت على اولادي وشقيت على اولادي. لا، هنا مش زي اللي بيشقم في دولنا زي المغرب ومصر والأردن والدول دي يا جماعة. هم دول اللي بيشقوا صحيح، وولادهم يعني بيتعبوا على ولادهم حقيقي، هم اللي بيصرفوا على ولدهم من الصفر، ومفيش حد بيساعدهم. انما هنا الحكومات هنا بتساعد بتدي العيال فلوس. اوروبا بتدي العيال فلوس من اول ما بتولدوا لحد ما يخلصوا تعليمهم. فما تقعديش تافوري وتقولي انا عملت وتعبت. تعبت ايه؟ انت تعبت ايه؟ ده انت ولادك ما شاء الله عليهم، ولادك من النوع اللي هم بيعتمدوا على نفسهم وبيشتغلوا وبيعتمدوا على نفسهم، والحكومه كانت بتساعدهم بفلوس. طيب وانت كمان كنت بتتساعدي بفلوس؟ لحد دلوقتي انت بتتساعدي بفلوس، مش تضحكي على الناس. لان انت اصلا حصل لك حادث والحكومه بتديكي معاش على الحادث اللي انت بتديكي رنت، يعني بتاع ده هو المعاش. فما تقعديش تافوري وتعملي ان انت الست اللي ما فيش حد زيها، او الست اللي ما فيش حد تعب في الدنيا زيها. لا، روحي شوفي مصر الناس بيعملوا ايه. شوفي الناس بيجهزوا ولادهم ازاي، بيصرفوا على ولادهم من الصفر، مفيش حد بيساعدهم في اي حاجه. خلاص كده. فما تقعديش بقى تضحكي على الناس وتقعدي تعملي افلام وتعملي الست الحديديه اللي مفيش حد زيها، يعني اللي هي والله العظيم والله العظيم يا جماعه الست دي ان عمرها ما تتعدل. انا كل ما اقول اتكلمي عنها كويس، على الله ان هي مثلا تتقي الله كده وترجع. كل ما نلاقيها بتعمل حاجه كويسه بنقول نشجعها، نلاقيها رجعت ورا. كل ما تعمل رجعت لورا تاني. ايه في ايه؟ في ايه؟ اهدي وعقلي كده. عقلي انت خلاص شويه كده وهتبقي جده خلاص. يعني اهدي على نفسك وابعدي عن الناس وسب الناس والاهانه بتاعت الناس. عيب بصراحه ربنا يا جماعه. ده الفيديو بتاعي النهارده، وانا كان يعني الكلام ده كان محشور عندي كده عايزه اطلعه، لان بصراحه ربنا الست دي مستفزه جدا، مستفزه والله. بيقولوا ايه يعني انا مش عايزه اقول المثل ده والله. وعندنا مثل بيقول عمر ديل الكلب ما يتعدل. يعني ده مثل بنقوله ان الكلب ده ديله دايما معوج، عمره ما بيتعدل. فهي عمرها ما تتعدل، عمرها ما هترجع، عمرها ما يعني هي طبيعتها كده، هي اسلوبها كده. فهو ده الفيديو بتاعي. وقلت النهارده طبعا شكل باين عليا التعب والله يا جماعه. سامحوني يعني ان انا لو كنت حتى مش مركزه شويه في الكلام، فسامحوني. وان شاء الله يا جماعه اقوم اعمل الفطار بتاعي. يا رب اقدر اعمل الفطار بتاعي، اقوم اخش اخد لدش السخن كده. لان والله العظيم شفت ما جاي عماله ادور على ايه ده مضاد للالتهاب، لقيته منتهي من 2023. زعلت جدا. عماله ادور على علاج للفبروميالجيا، عماله ادور على علاجات حاجه تسكن الوجع اللي انا فيه والله. حبايب قلبي مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه، انا نفسي اطلع كده واكلمكم وانا فايقه كده ومبسوطه كده هو، بس غصب عني بقى. يلا اشوف وشكم بخير واقول لكم ايه. يلا تشوز.